السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا أبطال تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. هنكمل بقى النهارده بإذن الله الدرس الأول في كتاب التفوق من التكاثر. هنكمل النهارده من أول التولد البكري إلى نهاية الدرس بإذن الله. تعالى يلا ما نضيعش وقتك ونشوف الأفكار اللي هنتكلم عنها النهارده. سؤال 39 بيقول لك المخطط التالي يوضح طرق التكاثر في نحل العسل. ادرسه جيدا ثم أجب عن الأسئلة التالية. تعال نفهم أي حاجة كده، لأنك لو درست الشكل كويس هتقدر تجيب الاختيارات بسهولة. هو جايب لي إيه؟ جايب لي هنا في فرد اسمه س. الفرد ده قدر يعمل انقسام فأنتج أمشاج نوعين هما لا طريقين. يبقى أكيد ده مش شغالات نحل العسل، لأن الشغالات عقيم. واكيد مش الذكر، لان الذكر مش بينتج نوعين من الامشاج، هو نوع واحد بس نتج عن الانقسام الميتوزي. يبقى اكيد دي الملكه، يبقى س دي الملكه. عملت الانقسام واحد، كانت بتنتج الامشاج بتاعها لو فاكر بالانقسام الميوزي. امشاج واحد وامشاج واحد برضه، لان الاتنين زي بعض بعباره عن ايه؟ بويضه وبتكون نون. هنا نفس الكلام، بويضة وبتكون نون. هنا الأمشاج عملت تكاثر معين على طول فقامت مطلعة الفردصات، يبقى ده أكيد التوالد البكري الطبيعي. فقامت مطلعة لنا ذكر، والذكر كان بيبقى نون في نحل العسل لو ناسي يعني. ماشي. اما الفرد ده عمل انقسام تاني، الانقسام رقم 2، فانتج امشاج. طبعا احنا كنا قايلين ان ذكر نحل العسل نون، وكان بينتج امشاجه بالانقسام الميتوزي، فبتفضل نون زي ما هي. يبقى كده الانقسام 2 ده انقسام ميتوزي. انتج الامشاج بتاعته اللي هي الامشاج الذكريه اللي هي الحيوانات المنويه. ماشي. وهنا الامشاج الانثويه. عمل التكاثر 2 اللي هو التكاثر الجنسي، اتحاد امشاج مذكره وامشاج مؤنثه. فانتج الافراد لام اللي على حسب نوع الغذاء، يبقى الافراد لام دي انثى. على حسب نوع الغذاء هتكون ملكات او شغالات على حسب نوع الغذاء زي ما اتفقنا، بس بقول لك ان الفرد س هو اللي بيقدر يعمل القصه تاني، يبقى اكيد الفرد س ده الملكه زي ما احنا لسه قايلين فوق. اما الفرد ع كده الشغاله. عايز ايه بقى؟ بقول لك منوع الانقسام الحادث في 1 و2 على الترتيب. فين واحد؟ واحد الانقسام بتاع واحد فين يا عم؟ فين الانقسام واحد اهو، ده انقسام ميوزي. والانقسام 2 انقسام ميتوزي، يبقى انا عايز ميوزي وميتوزي. الاختيار ده. طب اي الافراد الموضحه على الرسم تعتبر افراد عقيمه، مش تقدر تخلف، يبقى الشغالات، يبقى الفرد ع. يبقى الاختيار ج. أي الخصائص التالية تنطبق على التكاثر رقم 1؟ تكاثر رقم 1 التولد البكري الطبيعي. تكاثر لا جنسي؟ جنسي لا. لا جنسي جنسي لا. يبقى ألف أو ب. لا ينشأ عنه تنوع وراثي، اتفقنا إن هو ناتج من انقسام ميوزي، وطالما في انقسام ميوزي يبقى في تنوع وراثي، يبقى كده مش ألف. هو بينشأ عنه تنوع وراثي، يبقى الاختيار الصح بالنسبة لك هو ب. سؤال 40 بيقول لك الكائنات التالية يكون دائما نسلها إناثا فقط. مين اللي بينتج إناثا بس؟ الملكات بتاع نحل العسل؟ لا، ممكن تكون إناث أو أو ذكور زي ما لسه قايلين. طب إناث حشرة المن بتنتج الاثنين برضه عادي. ذكور نحل العسل لأن ذكور نحل العسل الأمشاج بتاعته كانت بتخصب أمشاج الملكة، فبتكون إناث اللي هي بقى ملكات أو شغالات على حسب نوع الغذاء. يبقى طبعا كده بالنسبة لنا ذكور نحل العسل. المسؤول عن تحديد الجنس في نحل العسل هو اللي كان بيحدد لك الجنس هو ذكر ولا انثى، كان العدد الصبغي لو فاكر، لان الانثى كانت بتبقى 2 نون والذكر كان بيبقى نون، يبقى العدد الصبغي فين بقى؟ اهو عدد الصبغيات. لان طبعا كنا مزودين نقطه لو فاكر، طبعا مش معانا في المنهج الاساسي، ان الملكه 32 صبغي واللي هي الانثى يعني اهو، والذكر 16 صبغي بس، وهتقابلنا في اسئله بعد كده. البويضات المخصبة في الحشرات تنتج دائما من، ما هي بويضات مخصبة، خصبت يبقى أكيد تكاثر جنسي. أكيد طالما بويضات مخصبة. تكاثر جنسي تكاثر لا جنسي مستحيل. لا جنسي مستحيل، ده مبدئيا.
تكاثر جنسي يسبقه انقسام ميوزي ولا تكاثر جنسي يسبقه انقسام ميتوزي؟ انا محتار يا مستر لان مثلا مثال زي حشره المن ممكن تكون بويضات عن طريق انقسام ميتوزي. يا عم دوت، ما هي لو كونت بويضات عن طريق انقسام ميتوزي هتفضل البويضات 2 نون، دي مش هتتخصب اصلا، هتكون بقى ايه؟ اناث عن طريق التولد البكري الطبيعي. يبقى اكيد مش ميتوزي، طالما اتخصبت يبقى هي معناها ان هي نون مع حيوان منوي نون واتجمعهم واتخصبت. يبقى كده اكيد الاختيار الف، يسبقه انقسام ميوزي. 43 ادرس الشكل المقابل جيدا ثم اجب. هو جايب لي هنا 2n يعني دي الملكه، هنا ان واحده يعني ده الذكر. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان الملكه عملت حاجه لوحدها، الحاجه اللي لوحدها دي اهي، ركز كده، كروموسومات احاديه بس زي ده، يبقى ده كده برضه ذكر ناتج عن التولد البكري الطبيعي. اما هنا الاثنين دول اناث ملكات او شغالات على حسب بقى النوع بتاع الايه؟ النوع بتاع الغذاء. بس هو يعني كنوع من التشبيه بالنسبه لك جايب لك ايه؟ الجزئيه دي ككروموسومات شبه بعضها، يبقى كده بيعبر ان ديت الايه؟ الملكه. بس تعال نشوف. اي البدائل التاليه تعبر عن الكائن الحي المشار اليه بالرمز س. في الرمز س بيشاور على الذكر. انا كده عايز حاجه بتدل على ذكر، نحل العسل. يمكنه ان ينجب ذكورا او اناث؟ لا طبعا، هو بينتج اناثا فقط. طيب ينتج امشاجه بالانقسام الميوزي؟ لا، بينتج امشاجه بالانقسام الميتوزي لانه نون. كل من خلايا الجسديه والجنسيه وحديه المجموعه الصبغيه؟ صح طبعا، الخلايا الجسديه بتاعته نون وبينتج الامشاج بالانقسام الميتوزي فبتفضل نون زي ما هي. 44 اي الكائنات الحيه التاليه تحصل على جميع معلوماته الوراثيه من الام فقط؟ حد واخد المعلومات من الام فقط. ملكة نحل العسل؟ لا، دي ناتجة من إخصاب فواخدة المعلومات من الأم ومن الأب. طب ذكر حشرة المن؟ ذكر حشرة المن برضه بينتج عن إخصاب عادي واخد من الأم ومن الأب. ذكر نحل العسل؟ واخد من الأم فقط، لأنه بينتج عن تولد بكري طبيعي للبويضة اللي بتكون جاية من الأم فقط، يبقى الاختيار جه مظبوط. ذكر الضفدع برضه لا، لأنه بياخد المعلومات من الأب ومن الأم. مخطط المقابل يعبر عن تغيرات العدد الصبغي خلال دورة التكاثر اللي هي جنسي لإحدى الحشرات. ادرسه جيدا ثم أجب. لو جينا درسناه، الكائن نفسه 2 نون، عمل عملية معينة في فضلة 2 نون، عمل عملية معينة في فضلة 2 نون. الشكل ده بيعبر لك أكيد عن التولد البكري الطبيعي اللي بيحصل في حشرة المن. ليه؟ لأن الكائن اللي هو 2 نون ده أنثى حشرة المن نفسها الأساسية، عملت العملية واحد اللي هو انقسام ميتوزي، فقامت مطلعه 2 نون اللي هي البويضه اللي بتنتج بالانقسام الميتوزي. لان للناس اللي ناسيه انثى حشره المن كانت بتنتج نوعين من البويضات، نوع بالانقسام الميتوزي فبيفضل 2 نون، ونوع بالانقسام الميوزي ده بيدي نون. ماشي. العمليه 2 بقى اللي كونت الكائن 2 نون اكيد دي عمليه التوالد البكري الطبيعي، فانتج الكائن صاد، دي انثى جديده. عايز ايه يا عم؟ جنس الكائنين س وصاد على الترتيب، س انثى، صاد برضه انثى. فين الاختيار دوت؟ اهو، يبقى الاختيار ايه؟ 46 بيقول لك في الشكل المقابل اذا كانت الخليه س تمثل بويضه ملكه نحل العسل، س بويضه الملكه وبتبقى نون، فأي الفترات الموضحة على الرسم يحدث خلالها الانقسام الميوزي؟ ما هو طالما دي نون يبقى أكيد الحتة دي 2 نون، دي زي ما هي يبقى 2 نون، ديت نزلت بقت نون، يبقى دي الحتة اللي حصل فيها الانقسام الميوزي عشان الاتنين نون ادت نون، يبقى المرحلة عين لام، عين لام، يبقى الاختيار دي. سؤال 47 بيقول لي في 47 ما الذي يميز التولد البكري في نحل العسل عن التولد البكري بتاع حشرة المن؟ أنا عايز ميزة في التولد البكري بتاع نحل العسل. ميزة يعني حاجة عند يعني التولد البكري في ذكر نحل العسل ومش موجودة في التولد البكري بتاع حشرة المن. لا. كمية إنتاج ذكور؟ نحل العسل بينتج ذكور. أما التولد البكري بتاع حشرة المن ما كانش بينتج ذكور، كان بينتج إناث. 48 الشكل المقابل يوضح طرق التكاثر في حشرة المن، ادرسه جيدا ثم أجب عن الأسئلة التالية. تعال ندرس يا سيدي. أدى حشرة المن نفسها الأنثى، أنتجت بويضات بانقسام ميتوزي 2 نون، عملت تكاثر 3 فكونت فرد جديد. التكاثر 3 ده
اكيد توالد بكري طبيعي، فانتجت الفرد الجديد اللي هو الانثى. ماشي. طب وبعدين الجزء الاخر بويضه نون يعني ناتجه عن انقسام ميوزي، ممكن يحصل لها اخصاب يعني تكاثر جنسي، فكونت فرد جديد. الفرد الجديد ده يا اما ذكر يا اما انثى، هي والصدفه بقى على حسب برضه زي الانسان كده اكس اكس ولا اكس واي. اما هنا الناحيه الثانيه البويضه اللي هي نون اتعرضت للاشعاع فعملت تكاثر واحد. تكاثر واحد ده التعرض للاشعاع بقى والوخز بالابر والكلام ده اللي هو كان التوالد البكري الصناعي. يبقى ده كده توالد بكري صناعي، فكون فرد جديد اكيد نفس معلومات البويضه يعني الفرد ده اكيد انثى. ماشي. انا كده جهزت لك يا عم، انا درست المخطط كله. عايز مني ايه؟ اي انواع التكاثر الموضحه ينتج عنها ذكور. هنا انثى هنا انثى، يبقى اكيد هنا التكاثر 2 فقط، يبقى التكاثر 2 فقط. اي مما يمثل الترتيب التنازلي لانواع التكاثر الثلاثه من حيث درجه التنوع الوراثي في النسل الناتج. يعني هو عايز كده تنازلي يعني ان الاعلى تنوع وراثي، وطبعا الاعلى تنوع وراثي هو التكاثر الجنسي. هو فين؟ اهو التكاثر الجنسي، يبقى التكاثر 2 تكاثر 2 كده استبعدنا ألف واستبعدنا ج. ثم الإشعاع يا أستاذ ولا التولد البكري الطبيعي؟ لا التولد البكري الصناعي، لأن البويضات كانت نون يعني ناتجة عن انقسام ميوزي، واللي بيكون ناتج عن انقسام ميوزي عنده تنوع وراثي. يبقى أنا كده هختار الأول التكاثر 1، يبقى ثم 1 الأول وفي الآخر 3، يبقى الاختيار ب. 49 بيقول لك يحدث التكاثر الجنسي الموضح بالشكل المقابل فيه. هو جايب لي ايه؟ جايب لك فرد 2 نون انتج امشاج وفرد نون انتج امشاج. بس خلاص انا عرفت انك كده بتتكلم يا عم عن نحل العسل، لان الفرد الاثنين نون ده الملكه انتج امشاج ونون بانقسام ميوزي، وبعدين الفرد النون دوت الذكر انتج امشاج نون بالانقسام الميتوزي، وبعدين حصل اخصاب فكون فرد جديد 2 نون اللي هي ملكات او شغالات على حسب نوع الغذاء. عايز مني ايه؟ بيقول لك يحدث التكاثر ده في مين؟ ايوه ما هو خلاص ما احنا درسناه كامل اصلا في نحل العسل، يبقى الاختيار الف. 50 ادرس رسم التخطيط المقابل اللي بيوضح التكاثر في نوعين مختلفين من الكائنات الحيه ثم اجل. تعال ندرس كده. كائن عديد خلايا بروز جانبي، يبقى اكيد ده تبرع على طول طالما بروز جانبي. كائن عديد خلايا، خليه مشاجيه فرد جديد عديد الخلايا. ايه ده؟ خليه مشاجيه هي اللي كونت فرد جديد، يبقى ده اكيد توالد بكري. مقصودة التكاثر في س وصاد على الترتيب، ما هو س تبرعم خلاص وصاد توالد بكري، يبقى تبرعم وتوالد بكري، يبقى الاختيار ألف. 51 بقول لك ادرس رسم البيان المقابل اللي بيعبر عن التغير في عدد الصبغيات اثناء تكاثر احد الكائنات الحيه ثم اجل. تعال ندرس كده. هو جايب لك ان الفرد نفسه 2 نون عمل انقسام ميوزي وحصل التكاثر، فقام جاي مرجع لك تاني الافراد الناتجه 2 نون. ماشي. ممكن يكون حصل اخصاب، ممكن يكون حصل تولد بكري، هنشوف. مقصودة التكاثر التي يعبر عنها الشكل المقابل، التولد البكري الطبيعي في نحل العسل. ما هو لو تولد بكري طبيعي في نحل العسل هيكون ذكور، والذكور ما بيكونش 2 نون. هو جايب لك ان الكائن النهائي 2 نون، لا مش هينفع. التولد البكري الصناعي في الضفادع تنفع ليه؟ على اعتبار ان الضفدعه الانثى 2 نون كونت بويضات نون، حصل لها بقى اخذ بالابر والقصص دي، فقامت مكونه لي كائن جديد اللي هو 2 نون. تنفع لحد ما اشوف بقيه الاختيارات. تولد بكري طبيعي في حشره المن ما تنفعش، لان حشره المن 2 نون تنتج البويضات 2 نون، فتكون انثى 2 نون كلها 2 نون، لا مش هتنفع. تكاثر جنسي بالامشاج في نحل العسل، ما هو لو تكاثر جنسي بالامشاج في نحل العسل الفرد الابوي 2 نون، ما هو انت عندك في الفرد الابوي في ذكر نون وفي الملكه 2 نون، يبقى باظت، مش صح 100% بالنسبه لك، يبقى مش هينفعني ده. يبقى الاختيار اللي هينفعني طبعا الاختيار ب. يبقى كده 51 ب. 52 من خلال دراستك للشكل المقابل ما نوع الانقسامات الخلويه س وصاد. تعال نشوف كده. هو جايب لك هنا التعرض لايه؟ او جايب لي الضفدعه عملت انقسام معين سميناه س، فانتجت البويضه اللي عرضناها للاشعاع. البويضه بتاعت الضفدع بتنتج بانقسام ميوزي، يبقى س ميوزي في ب
او داء. شكرا لألف، شكرا لج، يبقى ب او داء. طيب وبعدين صاد. الانقسام صاد ده بعد ما خلاص كونت كتلة خلايا اهو وبدأت تنقسم بقى عشان تكون الضفدعة كاملة، يبقى أكيد ده انقسام ميتوزي بقى التكراري، يبقى ميتوزي، يبقى الاختيار ب. 53 من خلال دراستك للمخطط المقابل، ما هي الكائنات س وصاد وعين على الترتيب؟ كائن س عنده قدرة تكاثرية عالية وعنده تعويض للأعضاء بالتجدد. السلمين ضرب ينفع، جمبري برضه ينفع عادي، ما هو عنده قدره على التجدد وتعويض الاجزاء المبتوره. الهيدرا تنفع؟ ده عندها تجدد طبعا. طب نجم البحر ينفع؟ كل لحد دلوقتي ينفع. طيب صاد عنده تعويض للاجزاء بالتجدد وعنده توالد بكري صناعي، خدناه. الارنب خدنا ان هو عنده توالد بكري صناعي وعنده تعويض للاجزاء بالتجدد؟ لا، ما عندوش تعويض للاجزاء لانه من الثدييات المتطوره، ممكن يعوض الجروح والكلام ده، اما لو رجل اتقطعت مش هيعوضها. شكرا لألف. ضفدعة بتعوض الاجزاء المبتوره عادي، مفيش مشكله كبرمائيات. طب ذكر نحل العسل؟ لا. طب الاسفنج ممكن يبقى عنده قدره تجدديه، عنده قدره تجدديه عادي مفيش مشكله. يبقى كده بالنسبه لي استبعدنا ج، ب او د. اخر حاجه عين عنده تولد بكري صناعي وعنده كمان تكاثر بالتجدد، خميره ولا نجم البحر؟ طبعا نجم البحر، لان الخميره كان عنده تبرع ما عندوش تجدد، يبقى الاختيار الصح بالنسبه لك ب. 54 ادرس الجدول التالي جيدا ثم استنتج ما الحرف الذي يمثل الضفدع. عايزين حاجه بتعبر عن الضفدع. هل الضفدعه يا اخوانا عندها بلاستيدات خضراء بتعمل عمليه البناء الضوئي؟ اكيد لا طبعا، فانا عايز البلاستيدات تبقى غلط، يعني دي او دي، بي او سي. طب التكاثر اللي هي جنس الصناعي عندها ولا ما عندهاش؟ عندها تكاثر بالتوالد البكري الصناعي، القصه بتاعت الوغز بالابر والتعرض للاشعاع والمحاليل ودرجه الحراره والكلام ده، يعني يعني علامه صح، يعني الاختيار سي، يبقى الاختيار هنا عندك سي يعني. 55 بيقول لك اي صور التكاثر اللي جنس التاليه لا تعتمد على الانقسام الميتوزي بشكل اساسي، يبقى بتعتمد على الانقسام الميوزي. هو مغششك طبعا وجايب لك الملكه عملت انقسام ميوزي فكونت بويضات نون عشان تقوم مكونه ذكر نحل العسل بعد كده بالتولد البكري الطبيعي بيفضل نون، يبقى اكيد الاختيار ده. 56 ما العلاقه بين التكاثر الجنسي ولا جنسي في نحل العسل؟ الملكه كانت تقدر تنتج ايه؟ كانت بتنتج بويضات بالانقسام الميوزي، جزء بيكون تولد بكري طبيعي فيكون ذكور، والجزء الثاني يحصل له اخصاب فيكون اناث ملكات او شغالات على حسب نوع الغذاء، يعني الاثنين في نفس الوقت عادي جدا لان البويضات كلها بتبقى نون، يبقى هختار له هنا يا جماعه متزامنان في نفس الوقت عادي. اما بقى ما العلاقه بين التكاثر الجنسي ولا جنسي في حشره المن؟ حشره المن كانت بتكون نوعين من البويضات، ما ينفعش تكونهم في نفس الوقت، دي هي بتكون في بعض الاوقات ميوزي فيكون لك بويضات نون تتخصب، وفي بعض الاوقات بويضات 2 نون بالانقسام الميتوزي فتكون اناث زيها، يبقى دي مش متزامنان، امال دي ايه؟ متتاليان بقى، ده في وقت وده في وقت بعد منه، يبقى الاختيار هنا ب. 58 العمليات التالية تعتمد بشكل دائم على نوع الانقسام الموضح بالشكل المقابل. تعال نشوف الانقسام ده ايه. هو كان هنا في 4 كروموسومات وبعد ما خلص دوت 4 ودوت 4 يعني شبه الاصل بالظبط مش النص، يبقى ده كده انقسام ميتوزي. عايز حاجه بتعتمد على الميتوزي. تكون بويضات ملكه النحل؟ لا، بتعتمد على الميوزي. حيوانات منويه في حشره المن؟ برضه ميوزي. بويضات في حشره المن، بويضات حشره المن في نوع ميتوزي وفي نوع برضه ميوزي، فدي تنفع 50-50 لحد ما اشوف د. تكوين الجراثيم في فطر عفن الخبز؟ الجراثيم في فطر عفن الخبز؟ لا، ده اكيد انقسام ميتوزي. ليه بقى يا ريس؟ ارجع للسؤال بيقول لك تعتمد بشكل دائم مش 50-50، فمش هينفع ج، يبقى الاختيار الصح بالنسبه لك د. 59 بيقول لك هي الكائنات التاليه، خش على 59 بيقول لك هي الكائنات التاليه يعتمد على الانقسام الميوزي لاتمام حدوث التكاثر اللا جنسي. الاسفنج كان عنده حاجه خاصه بالكلام ده؟ لا. طب نحل العسل كان عنده لما كانت بتعمل انقسام ميوزي فبتنتج بويضات والبويضات دي تعمل تولد بكري طبيعي فينتج ذكور. نجم البحر لما كنا ممكن نعرض البويضات بتاعت نجم البحر للوغز بالابر والكلام ده فنعمل تولد بكري صناعي. عفن الخبز لا، ملوش علاقه. اختار الطبيعي ولا الصناعي؟ اكيد هختار الطبيعي اللي هو بيحصل بشكل طبيعي مش محتاج تدخل من الانسان.
أي الخلايا التالية لا يمكن من خلالها إنتاج كائن كامل من خلية مفردة. جرثومة فطر عيش الغراب لا تنفع لأنها خلية واحدة متحولة للنمو مباشرة لفرد كامل جديد. مشيج مؤنث لنجم البحر برضه ينفع في المعلومات الوراثية كاملة. طب مشيج مذكر لنحل العسل، لأن المشيج المؤنث لنجم البحر يا جماعة ممكن تعمل له أخذ بالإبر وكده. مشيج مذكر لنحل العسل، المشيج المذكر بتاع نحل العسل بيبقى عبارة عنه. طب خلية برنشيمية من ساق نبات ممكن أعمل بيها زراعة أنسجة. يبقى اللي هينفع معاك كده يا جماعة جيم. ليه؟ لأن جرثومة فطر عيش الغراب هي بتبقى خلية واحدة وتكون كائن كامل عادي. طب مشيج مؤنث لنجم البحر، مشيج مؤنث ممكن نعمل له تكاثر بالتولد البكري الصناعي ويكون كائن كامل عادي. اما المشيج المذكر لنحل العسل هل تقدر تعمل له تولد بكري صناعي؟ لا طبعا. اما الخليه البرنشيميه ممكن تعمل لها زراعه انسجه عادي جدا. يبقى الاختيار الصح بالنسبه لك ج. 61 بيقول لك المواد التاليه تم استخدامها لاتمام التكاثر المقابل. هو عامل لك طبعا زراعه الانسجه. كنا مستخدمين في زراعه الانسجه لو فاكر لبن جوز الهند عشان كان عنده طبعا المعلومات كامله والمواد الغذائيه اللي هو محتاجها. 62 بيقول لك حدث تهجين بين نباتين من نبات الذره، احدهما سين ذو بذور صفراء والاخر صاد ذو بذور بنفسجيه، فنتجت افراد ميكس اسمها عين ذات بذور صفراء وبنفسجيه معا. عملت ميكس ما بينهم زي ما كنا واخدين ايه في اولى ثانوي في الوراثه والكلام ده. بيقول لك ماذا يحدث اذا اخذت خلايا من ورقه هذا النبات ووضعت في لبن جوز الهند لفتره؟ ما يا جماعه لبن جوز الهند يبقى انت هتعمل زراعه انسجه، وزراعه انسجه كانت بتطلع نفس المعلومات بالظبط، يبقى هتطلع لي برضه بذور صفراء وبنفسجيه. تنتج افراد بذور صفراء فقط لا، بذور بنفسجيه فقط لا، صفراء بنفسجيه معا ماشي. لا يمكن، لا يمكن ليه؟ تنتج عادي، ما هو جزء من الجذر او جزء من الصاغ او جزء من الورقه ممكن يعمل زراعه انسجه عادي. المشكله يبقى الاختيار الصح جدا. 63 في الشكل المقابل ما الذي يميز الخليه س عن الخليه ص؟ الخليه س بيقول لك وضعت في وسط غذائي شبه طبيعي، يبقى دي اكيد التقنيه بتاعه زراعه الانسجه. اما هنا في الخليه ص اتحطت في محلول ملحي، محلول ملحي بقى والوخز بالابره ودرجه الحراره والكلام ده كان التكاثر بالتوالد البكري الصناعي. عايز ايه يا عم؟ ما الذي يميز الخليه س عن الخليه ص؟ عايز ميزه في الخليه س، عايز ميزه في زراعه الانسجه. تتحمل الظروف القاسيه؟ لا. ثنائيه المجموعه الصبغيه؟ بتبقى ثنائيه المجموعه الصبغيه فعلا. اما بالنسبه للبويضات اللي بتعمل تولد بكري صناعي بتبقى وحديه. يبقى الاختيار الصح بالنسبه لك ب. 64 فتح الكيكه يا مصطفى اتعمل بايه؟ ما كناش لسه والله فتح الكيكه ولا حاجه. شوف لو الشباب بره بيعملوا بقى اقول لهم ان في ناس جوه الفرن تحت. صح، مؤاخذه يا جماعه بس في فرن تحتنا هنا في التصوير مع اننا في الدور الثامن يعني، بس ريحه واصلنا لحد هنا. يلا جوعتكم شويه. 64 بيقول لك الرسم يبين خليتين كل منهما يتكاثر لا جنسيا بطريقه مختلفه. تعال نشوف كده. الخليه أ وضعت في وسط غذائي شبه طبيعي، ما احنا لسه قايلينها دي بطريقه زراعه الانسجه. الخليه ب وضعت في ظروف بيئيه مناسبه، بس بص كده خلي بالك جدار سميك، جدار سميك يبقى دي اكيد الجرثومه. عايز ايه يا عم؟ عايز اللي بيميز أ عن ب. ميزه في أ، فين أ؟ ميزه في زراعه الانسجه. تتكاثر بطريقه طبيعيه؟ لا، زراعه الانسجه صناعيه. تتكون داخل حافظه جرثوميه؟ لا، الخلايا بتاعت زراعه الانسجه كانت جزء من الورقه او الساق او الجذر، ما كانش حوالينا حافظه ولا حاجه. خليه متحوله؟ لا، ما هيش جرثوم. تتكاثر بطريقه صناعيه؟ زراعه الانسجه طريقه صناعيه. يبقى الاختيار الصح بالنسبه لك ده. 65 الخلايا النباتيه التاليه لا يمكن زراعتها في لبن جوز الهند لانتاج فرد كامل جديد. دي خلايا كولانشيميه اقدر ازرعها عادي عشان خليه حيه فيها نواه فيها معلومات وراثيه. برنشيميه اقدر برضه فيها نواه فيها معلومات وراثيه. بشره الورقه فيها برضه نواه فيها معلومات وراثيه، او بشره الساق برضه ايا كان. اما هنا اللي هي الخلايا الاسكالانشيميه الحجريه كانت خلايا غير حيه ما عندهاش نواه فما عندهاش معلومات وراثيه، يبقى اختار ده التاني. السؤال اللي بعده بيقول لك في 66 ادرس الشكل المقابل جيدا ثم اجب. هو جايب لك طبعا فطر ايه؟ عفن الخبز.
أي التراكيب الموضحة على رسم أكثر مقاومة للظروف القاسية اللي هي الجراثيم. يعني فين يا عم الجراثيم؟ 2 يبقى الإجابة 2. كم عدد المجموعات الصبغية للتراكيب من 1 ل 4؟ احنا كنا متفقين يا جماعة إن عفع الخبز كله نون، كل عفع الخبز نون بجراثيم وبكل حاجة، يبقى كلها نون. 67 بيقول لك الشكل المقابل يعبر عن صورة التكاثر في أحد أنواع الطحالب البسيطة. ادرسه جيدا ثم استنتج. هو جايب لي إيه يا عم؟ جايب لي إن هو عمل انشطار ثنائي. ما طريقة وصور التكاثر الموضحة بالشكل اللي قدامك؟ الطريقة تكاثر لا جنسي. طب صورة التكاثر؟ تكاثر بالانشطار الثنائي. طب اذكر 2 من مميزات صورة التكاثر الموضحة. عايز ميزتين يا جماعة الانشطار الثنائي، ممكن أقول له وفرة النسل، وممكن أقول له كمان اللي هو سرعة الإنتاج. بس يعني عايز اي ميزتين وخلاص من الاثنين اللي موجودين، يبقى وفرة النسل، سرعة الانتاج، الحفاظ على المعلومات الوراثية كده يعني. 68 بيقول لك ادرس الشكل المقابل اللي بيوضح كيانين يتكاثران لا جنسيا ثم اجب. جايب لي برضه هنا فطر عفن الخبز وجايب لي هنا الانشطار الثنائي. ما الحرف اللي بيشير الى الكائن اللي بيتكاثر بافضل صور التكاثر اللا جنسي مع التفسير؟ طبعا هيبقى الف. ليه الف؟ ده التكاثر بالجراثيم. ايه التفسير يعني؟ لان التكاثر بالجراثيم يتحمل الظروف القاسيه، تنتشر الجراثيم لمسافات بعيده، وسرعه الانتاج. 69 بيقول لك ادرس الشكل المقابل ثم اجب. هو جايب لي ايه؟ بويضات ما اتخصبتش. لو اتخصبت كونت صاد، يبقى الضفدع ده يا اما ذكر يا اما انثى لانه ناتج عن اخصاب ما اعرفش لسه. اما هنا وخز بالابر، وخز بالابر ده التولد البكري الصناعي، يبقى اكيد دي انثى. ما جنس الفرد س؟ فين س يا عم؟ انثى. عدد المجموعات الصبغية 2 نون طبعا. جنس الفرد ص؟ ذكر او انثى. عدد المجموعات الصبغية برضه 2 نون عادي لانها نرجع عن اخصاب. 70 بيقول لك يعبر الشكل المقابل عن اعداد النسل اللي بتنتجها الهيدرا خلال تكاثرها بنوعين مختلفين س وصاد لسجادا ثم اجب. هو جايب لي ايه؟ جايب لي ان نوع التكاثر صاد انتج افراد قليله، اما س انتج افراد كتير. اكيد س ده تكاثر ايه؟ لا جنسي طالما انتج افراد كتير وفرة النسل. اما بالنسبه لصاد اكيد تكاثر جنسي طالما بينتج افراد قليله. عايز مني ايه يا عم؟ اي النوعين يعتمد على الانقسام الميوزي. الميوزي يعني جنسي. فين الجنسي؟ صاد. كم عدد المجموعات الصبغية للأفراد الناتجة من س؟ سواء س أو ص هيطلع نفس العدد بتاع الكائن الأصلي اللي هو 2 نون. 71 بيقول لك الشكل المقابل يمثل ملكة نحل العسل وعدد الصبغات في خلاياها الجسدية. في ضوء ذلك أجد. هو جايب لي إيه؟ الملكة وإن الخلايا الجسدية عندها 32 كروموسوم. كم عدد الصبغات في خلايا جناح الذكر؟ قررناها كتير النهارده، قلنا إن الذكر بيكون نون يبقى نص العدد يبقى 16. نوع الانقسام المكون لأمشاج الأنثى طبعا بتنتج عن طريق الانقسام الميوزي. ما جنس الفرد الناتج من عملية الإخصاب؟ أنثى. بتكون بقى ملكة أو شغالة على حسب نوع الغذاء يبقى أنثى. 72 بيقول لك الشكل المقابل يعبر عن نوع الانقسامات المكونة لثلاث أفراد س وصاد وعين أثناء دورة التكاثر اللا جنسي لسجادا ثم كائن واحد في انقسام ميوزي حصل وبعدين ميتوزي كون الفرد. لو جيت تدور يا جماعة وتعصر دماغك في منهجك مش هينفع هنا غير ذكر نحل العسل. إن الملكة عملت انقسام ميوزي فكونت البويضة نون، قامت البويضة فضلت تنقسم ميتوزي فكونت الفرد الجديد اللي هو ذكر نحل العسل. ميوزي تضاعف صبغي، تضاعف ده يبقى اكيد تولد بكري صناعي، فقام جاي مكون الفرد صاد. يبقى ممكن مثلا الضفدع، نجم البحر، الارانب، الحاجه اللي حصل لها تولد بكري ايه؟ صناعي. طيب ميتوزي فرد عين، يبقى دي اكيد انثى حشره المن. هو ده اول سؤال اصلا، عايز مثال على س صاد عين. س كده ذكر نحل العسل، صاد زي ما قلنا ممكن الضفدع او نجم البحر، عين كده بالنسبه لك هيبقى انثى حشره المن. ما الهدف من الانقسامات الميتوزيه في كل من الحالتين 1 و3؟ 1 الانقسام الميتوزي ده الهدف منه ايه؟ اللي هو تضاعف عدد الخلايا والتمايز، تتمايز عشان تقدر تميز لنا شكل الذكر يعني. اما بالنسبه ل3 هنا الانقسام الميتوزي برضه التضاعف بتاع العدد بتاع الخلايا وبيحصل تميز، يعني الخلايا كده كده انثى، ممكن تقول تضاعف عدد الخلايا عادي وتميز شكل الحشره النهائي كمان مفيش مشكله. 73 بيقول لك الشكل المقابل يوضح احدى صور التكاثر اللاجنسي تعرف عليها ثم اجب. هو جايب لي هنا زراعه الانسجه. ما الشروط التي يجب توفرها في الخليه المستخدمه لاجراء التقنيه الموضحه؟ زي ما قلنا لازم يحتوي على ايه؟ المعلومات الوراثيه كامله. طب ما اهم مميزات التقنيه الموضحه بالشكل؟ اهم المميزات ممكن تعمل لك ايه يعني؟ ممكن تعمل لك حل لمشكله الغذاء، وممكن تعمل لك كمان اللي هو ايه؟ الحفاظ على السلالات النادره. 74
ادرس الشكل المقابل ثم اجي جايب لي برضه فطر عفن الخبز. الخطوه ديت خطوه الانبات اللي كانت بتحتاج شويه ميه. هنشوف هو عايز ايه. مشروط الواجب توافر لاتمام حدوث الخطوه س اللي هي الانبات، توافر الماء او بيئه رطبه. ما الذي يميز هذه الصوره عن الصور الاخرى للتكاثر اللي هي جنسي؟ عايز اللي بيميز التكاثر بالجراثيم، لسه قايلينها من شويه، سرعه الانتاج، تحمل الظروف القاسيه، الانتشار لمسافات ايه؟ بعيده. 75 بيقول لك الرسم المقابل يوضح خليتين الف وب تتكاثران لا جنسيا بطريقه صناعيه. ادرسوا جيدا ثم اجي. جايب لي هنا وسط غذائي شبه طبيعي، يبقى تاسع زراعه الانسجه. محلول ملح، يبقى توالد بكري صناعي. عايز مني ايه يا عم؟ ما هي الخليه التي يحدث لها تضاعف صبغي مباشره قبيل التكاثر. تضاعف صبغي قبيل التكاثر يبقى اكيد ب، علشان المحلول الملح ده هو اللي كان بيعمل تضاعف، هو الوغز بالابر والقصص دي. طب نوع الانقسام الخلوي المكون للخليه الف. الخليه الف خليه عاديه، يبقى انقسام ميتوزي عادي خالص. ده بالنسبه يا جماعه لاخر سؤال عندنا. يبقى كده الدرس الاولاني من كتاب التفوق خلص الحمد لله على خير. اتمنى من ربنا يكون فدتك ولو بسؤال حتى، يعني يفيدك باذن الله في الامتحان. نشوفكم على خير بقى باذن الله في فيديو على الدور. السلام عليكم.